حد هنا ليه في تفسير الاحلام يا جماعه؟ حلمت اغرب حلم احلامه في حياتي، يعني وما اعرفش ايه السبب. يعني بعد ما نزلنا من عرفات لمزدلفه، المفروض بقى نبات في مزدلفه عشان نصبح نتحرك على منى ورمي الجمرات. حلمت ان جو موسى، التيك توكر المشهور ده، بيحج معانا. كان قاعد جنبي في مزدلفه. انا لا عامله له متابعه على اي منصه ولا اعرفه اصلا. بشوف فيديوهاته طبعا، زي اي حد لو طلعت قدامي بتفرج عليها. هو شخصيه لذيذه والناس كلها بتحبه، هو مشهور جدا طبعا على التيك توك، معظم اللي على التيك توك عارفينه وبيحبوه. بس مستغربه يعني. حلمت انه كان قاعد جنبي في مزدلفه مستني عشان يتحرك على منى زيه زينا كده يرمي الجمرات. صحيت من النوم عماله اضحك على نفسي، لدرجه ان امي بتقول لي بنت انت عبيطه بتضحكي لنفسك. قلت لها اصل انا حلمت كذا كذا. قالت لي طب وانت تعرفيه منين؟ قلت لها ما هي مش دي المشكله. مش المشكله ان اعرفه منين، المشكله انه مسيحي. والحقيقه ما عنديش تفسير للموضوع خالص. يعني انا حتى مش عامله له متابعه على اي منصه. انا بس بشوف فيديوهاته بالصدفه، فما اعرفش ايه اللي جابه في بالي وكان قاعد معانا في مزدلفه بيعمل ايه.